المتظاهرين وعدم استجابة الحكومة لحقوق أهل السنة. وبمناسبة الذكرى العزيزة على العراقيين ألا وهي تحرير الفاء من الصفويين، لذا نطالب أهلنا في الأنبار وفي جميع المحافظات المنتخبة بإعلان الإضراب العام في يوم الاثنين القادم عدا المؤسسات الصحية والأمنية، وإعلان هذا اليوم يوم الصيام ويوم الصيام للحكومة وصيام طاعة للرحمن عز وجل. فأنا أسأل وأنتم تجيبون، أيها المعتصمون، أيها المتظاهرون، هل تطيعون الله؟ هل تحبون رسول الله؟ هل تلتزمون بشرع الله؟ هل تسمعون لعلمائكم؟ هل تريدون نصر قضيتكم؟ هل تريدون الثأر لأعراضكم؟ هل تريدون الانتصار لإخوانكم الذين يعدمون على يد الحكومة؟ إذا أعلنوا عصيانكم للحكومة واعلنوا طاعتكم لله بصيام يوم الاثنين. اللهم إن بلغت، اللهم فاشهد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا ثبته وقبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا وسيلا إلهي بالخير والسلامة إلا ردته، ولا معتقلا مظلوما إلا عتقته. اللهم نجي اخواتي المعتقلات، اللهم نجي اخواننا المعتقلين، اللهم عجل فرجهم وردهم الى بيوتهم مردا جميلا. اللهم عاصفة العاصفة، اللهم عاصفة العاصفة ليس لها من دونك كاشفة. اكشف عنا ما غمنا وهمنا، اكشف عنا ما غمنا وهمنا، كلنا ناصرا ومعينا. اللهم انصر اخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان على القوم الكافرين. اللهم اعيذهم بنصرك وانصرهم بتأييدك واجعلهم يدا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يخلفه الواصفون ولا تبينه الحوادث ولا يخشى الجرائم ويعلم مفاتيح الجبال ومكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري سماء سماها ولا أرض أرضها ولا جبل ما في وحره ولا بحر ما في كحره. اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك الإصلاح في الأولاد ونسألك العافية في الأجساد ونسألك الأمن في البلاد وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت المعتصمين، اللهم ثبت السائرين، اللهم ثبت المتظاهرين، اللهم اجعلهم يدا على عدوك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم هذا الدعاء منك الاجابه وهذا الجهد عليك الشكران، ولا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين.